يا راجل هو احنا اتحاسبنا على اللي فات يعني عشان نتحاسب على اللي جاي؟ ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه اخفاء الخطابات مهنه مش فكره، والمهنه لا تموت ومحتاجينها كتير قوي بصراحه في اتحاد الكوره عندنا. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التنايه الثانيه النهارده، اصابه جديده داخل النادي الاهلي قبل مباراه شباب بلوزداد اللي بصراحه يعني بقيت متشائم منها. فضيحه جديده في اتحاد الكوره بضربه موجعه للنادي الاهلي والزمالك وتحالفهم ضد الاتحاد خلال الساعات اللي فاتت، وفضيحه بيفجرها صالح جمعه بتصريحات عن نادي الزمالك. حد يقول لي مال صالح جمعه عمال نادي الزمالك؟ هقول لك وايه موضوع عرض الاحتراف اللي جاي لنجم النادي الاهلي. في البدايه وكالمعتاد الدعاء لاخواتنا، يا رب البلاء اشتد، اللهم انصرنا بنصر قريب وانصر امتنا جميعا. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. بمناسبه ان انتوا بتشوفونا على البيج الجديده والقناه الجديده، بشكركم على ان الاثنين دخلوا في ال 3000. بس عايزين يلا نعمل تحدي بقى كده في خلال يومين ان شاء الله، البيج والقناه يكملوا 5000 اخ واخت عليهم، ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وزي ما قلت امبارح وهرجع اكررها مره ثانيه، يا جماعه الفريق بيتصفى، امنعوا التدريبات من هنا لغايه يوم الماتش. اذا النادي الاهلي وانا بصور معاك الحلقه دلوقتي بيكون خلص تمارينه استعدادا لمباراه شباب بلوزداد ان شاء الله قبل السفر بكره. وفي حلقه بالليل هقول لك على مستجدات التمارين اللي حصلت النهارده، لكن كان الاهم قبل تصوير الحلقه دي هي الاعلان عن اصابه نجم جديد وغياب جديد عن مباراه فريق شباب بلوزداد، وهو اليو ديانج. يا جماعه عارفين الفكره في اصابه ديانج ايه والجدل اللي حصل على الاصابه؟ ان الفكره كلها ان اللاعب امبارح اتصل بطبيب الفريق اكد له انه عنده الام في الركبه، وطبعا كلكم عارفين ان امبارح اصلا كان في راحه سلبيه. طيب ايه اللي حصل بالظبط؟ الراجل تم الاتفاق معاه على انه تاني يوم النهارده هيتعمل له فحوصات طبيه موسعه عشان يعرفوا ايه موضوع اصابه اليو ديانج. فمن امبارح للنهارده كل بقى واحد يا جماعه عايز يتنبأ بالخبر عشان يقول لك بس انا انفراد، كلهم طلعوا اشاعات زي الزفت على اللاعب، واصابه بالرباط الصليبي، مش عارف عضله خلفيه، غياب لمده شهرين، غياب لمده 6 شهور، وكلام من ده كتير. فكان الطبيعي ان النهارده تظهر الاخبار على لسان طبيب الفريق الدكتور احمد جاب الله، اللي اكد ان اللاعب عنده اصابه في كدمه في الركبه، كدمه عاديه تماما يا جماعه. لكن الفكره كلها ان الكدمه قويه وقريبه جدا من ميعاد الماتش، فتم الاتفاق مع مارسيل كولر على ان اليو ديانج هيريح هنا في القاهره عشان يواصل البرنامج الاعدادي والتاهيلي بتاعه عشان يكون موجود مع النادي الاهلي في مباراه ميدياما ان شاء الله. عارفين ايه الشيء اللي مش مضحك تماما في الاخبار ده او في خبر اليو ديانج تحديدا خلال الساعات اللي فاتت؟ كم من السخريه والضحك والسف اللي طلع من جمهور نادي الزمالك على اللاعب يا جماعه بشكل لا انساني بصراحه. يعني انا واحد على سبيل المثال كل شويه بطلع اقول معاكم جديد الاخبار، حد سمع مني يا جماعه ان انا اتريقت على اصابه احمد حمدي صفقه النادي الاهلي، صفقه نادي الزمالك الجديده؟ طلعت اتكلمت عن الولد اللي هو صفقته اعاره سنتين ب 30 مليون اللي اتصاب هو كمان؟ اتكلمت عن اصابه احمد فتوح واللي ممكن يغيب عن مباراه السوبر؟ هل اتكلمت عن اصابه بشكل وحش؟ ده حتى اصابه الونش قلت ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. شيء صعب جدا ان اللاعب يكون جاله ثالث رباط صليبي في ظرف سنتين. يا جماعه على نياتكم ترزقون، كل ما يكون نيتكم حلوه ربنا هيكرمكم والله، لكن طالما بتتعاملوا بالشكل ده ما تجيش بعد كده لما تيجي على دماغك مصيبه في الثانيه في الثالثه وترجع تلف حوالين نفسك تقول لي هو ايه اللي بيحصل لي ده؟ لا بقى دي مؤامره يا جماعه، اسلكوا لله شويه. لكن تعالى بقى قبل ما اكلمك على المهزله اللي تم الكشف عنها في اتحاد الكوره خلال الساعات اللي فاتت، بما اننا بنتكلم في موضوع النوايا دي، فيا سبحان الله يا اخي، شوف على قد النوايا اللي بتزرعها بتحصد حاجات كويسه جدا ليك ولمسيرتك، وده اللي بيتطبق على النادي الاهلي خلال الساعات اللي فاتت. كنت لسه امبارح بقارن لك ما بين طلب النادي الاهلي تاجيل مباراه طلائع الجيش وطلب بيراميدز تاجيل مباراته مع النادي الاهلي قبل مباراه بيراميدز قدام نوازيبو، وان طلب النادي الاهلي قانوني وتبع الا وائح القوانين الخاصه باتحاد الكره، وطلب بيراميدز لا لان المباراه هنا في القاهره. فايه اللي يحصل بقى يا جماعه؟ يشاء السميع العليم، ما يعديش ساعات على الكلام ده والكاف يا جماعه يعلن النهارده رسميا عن مواعيد الجولات الاخيره من البطولات الافريقيه، ومن ضمنها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا والجوله السادسه ما بين النادي الاهلي ويانج افريكانز اللي هتتلعب هنا في القاهره. امتى الماتش بقى يا جماعه؟ يوم 1 مارس. وده اللي يعني ايه؟ ان نادي بيراميدز اللي خد حق مش حقه، النادي الاهلي استفاد من ورق الطلب بتاعه ده، لان النادي الاهلي لما هيلاعب فريق ميدياما كانت مباراه بيراميدز ما بين مباراه ميدياما وما بين مباراه يانج افريكانز، وبكده النادي الاهلي يا جماعه على نياتنا نرزق والله، النادي الاهلي بيستفاد بفارق زمني ما بين مباراه ميدياما لما يرجع من غانا ان شاء الله استعدادا لمباراه يانج افريكانز في 6 ايام بالتمام والكمال. عرفتوا يا جماعه النوايا السالكه بتعمل ايه؟ بس استنوا كده على الله اتحاد الكره
الكوره ما ينخربش ورانا. ما انت مش بعيد تلاقي العالم السعودي يقول لك بس خد ماتش من ماتشاتك المؤجله يا حبيبي، وهم ما شاء الله بجحين ويعملوها عادي. لكن تعالى بقى قبل ما اكلمك برضو تاني على مهزله اتحاد الكوره، لان دي مهزله بقى يا جماعه ملمسه اهلي وزمالك مع بعض، اكلمك على مهزله نادي الزمالك الاول. تصريحات مفاجاه من صالح جمعه لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي الاسماعيلي السابق اللي لسه منتقل للدوري العراقي النادي الكرخ تقريبا. كان ليه تصريحات مفاجاه جدا على قناه اون تايم سبورت امبارح، وكان التصريح ده الناس استغربت منه، هو اشمعنى دلوقتي بيقول الكلام ده؟ صالح جمعه طلع يتكلم امبارح في تصريحات كتير، اولا موقفه من الرحيل عن النادي الاسماعيلي وان كان ليه جزء من المستحقات تنازل عنها النادي الاسماعيلي لان العلاقه ما بينه وما بين اداره النادي هناك محترمه، وكان هدفه في النهايه ان هو يرحل عن النادي عشان ياخد فرصه مشاركه وبشكل اساسي. لكن قال في النص كده بعد اللي حصل بقى مع اخويا خلال الساعات اللي فاتت يخليني اقول ان انا كان عندي حق ان انا لما مشيت من النادي الاهلي كنت بصلي واسجد واركع شكرا لله بعد تعاملي مع اداره النادي الاهلي المحترمه. ليه يا صالح؟ قال لك هقول لك يا حبيب اخوك، اخويا عبد الله جمعه اللي هو واحد من نجوم نادي الزمالك المؤثرين على مدار ال6 سنين اللي فاتوا، والله مش عارف هو مؤثر من اي اتجاه بس ما علينا مش مشكلتنا دلوقتي. قال لك توج ب 95% من بطولات نادي الزمالك خلال السنين اللي فاتت، كان قاعد في النادي بكل ادب وبكل احترام. عبد الله جمعه ازاي مشي من نادي الزمالك؟ مشي بفسخ من طرف واحد، هو مش نادي الزمالك، قال ان هو فسخ العقد بالتراضي. عايز اقول لك ان لغايه دلوقتي عبد الله جمعه ما مضاش على اي ورقه، ولقى نفسه بيخرج من بره نادي الزمالك تعسفيا من غير ما يحصل على مستحقاته من العقد الجديد اللي المفروض كان مضاه مع حسين لبيب، وواخد شيكات على بياض حسين لبيب لان عبد الله جمعه عقده داخل نادي الزمالك كان ب 25 مليون جنيه في الموسم الواحد. محامي عبد الله جمعه لغايه دلوقتي وراه عشان يرفع قضيه على نادي الزمالك ويصعد الموضوع للفيفا ويوقف القيد داخل نادي الزمالك، لكن هم بيدرسوا الموضوع دلوقتي. عرفتوا بقى انا بحمد ربنا ليه؟ فدايما يا جماعه زي ما بقول ان الوقت كفيل بكشف تفاصيل محدش يعرف عنها حاجه كده. نادي الزمالك يا جماعه البلاوي عماله بتكتر، يعني عندك مثلا خالد بوطيب القضيه بتاعته هيتحكم فيها خلال الشهور اللي جايه، جيمي باتشيكو رفع قضيه جديده على نادي الزمالك ب 650 الف دولار، وادي عبد الله جمعه في طريقه هو كمان لرفع قضيه ضد نادي الزمالك عشان يوقف الايقاف ضده في الفيفا. ومن هنا لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل عندي 3 رسائل بصراحه. اول رساله لعبد الله جمعه نفسه، والله ما لا شماته، لكن كل اللي عايز اقوله لك انت اتنجمت داخل نادي الزمالك من شتمتك في جمهور النادي الاهلي، ادي اللي باقي في النهايه يا استاذ عبد الله، اللي باقي هو الاحترام، مش الباقي النجوميه والدعس والبوم والطخ اللي بتعملهم قدام جماهير النادي اللي انت بتلعب ليه عشان ينجموك. الرساله الثانيه لجمهور نادي الزمالك نفسه اللي كان من اسبوعين او 3 اسابيع لما طلع حسام عاشور بيقول انا نفسي ارجع للنادي الاهلي مره ثانيه، وقال لك بص النادي الاهلي بيعامل الاساطير بتوعه ازاي. ادي الفرق ما بين المنظومتين، ما بين منظومه ما بتسمحش لاي حد ولو اكبر لاعب فيها ان هو يتجاوز ضد النادي، ومنظومه ثانيه بتنجم اللعيبه اللي بتتجاوز حق الانديه الثانيه. ورساله اخيره يا ريت بالنسبه للمنظومه الاداريه داخل نادي الزمالك، طالما يا جماعه انتوا حلوين قوي كده وبتدفعوا اعلى رواتب في مصر، بتدفعوا لعبد الله جمعه 25 مليون جنيه، ده ادخل لاعب داخل النادي الاهلي محلي ما بياخدش المبلغ ده. يا ريت بما انكم بتدفعوا الرواتب الاضخم بالشكل ده، مع اول بقى نقطه افلاس ترجعوا لها مره ثانيه، ما حدش يقعد يصدعنا ويقول نادي الزمالك ما فيهوش فلوس ونادي الزمالك ما بياخدش ليه زي النادي الاهلي حقوق رعايه واعلانات. لكن تعالى بقى قبل ما نروح للخبر الاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري، نروح بقى للمهزله اللي طال انتظار الكلام فيها. المهزله تم الكشف عنها رسميا بتصريحات من وليد العطار عضو اتحاد كره القدم المصري بتفاصيل يتم الكشف عنها لاول مره. وليد العطار خلال الساعات اللي فاتت على احد القنوات الفضائيه قال التالي يا جماعه بخصوص الجدل اللي داير حوالين جوائز نهائي بطوله كاس مصر اللي هتتلعب في السعوديه. قال ايه يا جماعه خير مصدعيننا ليه؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، الدليل على نقطه ان احنا بنقدم منتج كويس ومميز ان احنا اول ما قلنا يا جهات مين هينظم المباراه، السعوديه تقدمت بالعرض الضخم ده اللي كلنا شايفين قد ايه عامل جدل حلو جدا، واحنا بنقدم منتج مميز الكل بيتهافت عليه. النقطه الثانيه مش عارف اجيبها لكم ازاي بقى، انتوا كنتوا عمالين بتتخانقوا ان بتقولوا ان اتحاد الكوره ليه واخد تقريبا 1.5 مليون دولار ومدي النادي الاهلي ونادي الزمالك حوالي 650 الف دولار. لا 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 يا جماعه المعلومات دي غلط. المعلومات الاكيده بالنسبه لي ان اتحاد الكوره هيدي النادي الاهلي والزمالك مقابل نظير مشاركتهم وجوائز الاول والثاني 650 الف دولار، دي فعلا انا متفق معاكم فيها. انما اتحاد الكوره طالع شاكب راكب لوحده من الموضوع ب 2 مليون دولار بعيد عن جوائز الفريقين، وده اللي يعني ايه يا جماعه ان عقد بطوله استضافه السعوديه لنهائي بطوله كاس مصر قيمته تتجاوز ال 2 مليون و650 الف دولار. يعني بعد ما كنا بنقول الزمالك والاهلي مظلومين ان هم ياخدوا 40% بس من الجوائز، الاهلي والزمالك مش واخدين اكتر من 22% من قيمه العقد. اللي حصل ده يا جماعه معناه ايه بالبلدي كده؟ وليد العطار بيقول للنادي الاهلي والزمالك خطاباتكم اللي انتوا بعتوها خلال الساعات اللي فاتت دي بلوها واشربوا ميه. اقول لكم على حاجه هاتوها هي كمان اخفيها جنب الخطابات اللي اخفيناها قبل كده، عشان هو ده اللي عندنا وهتلعبوا رجليكم فوق رقبتكم. مهزله تبين ان اتحاد الكوره يا جماعه مدي للنادي الاهلي والزمالك قيمه قليله جدا، وفشلوا حتى في تسويق البطوله لدرجه ان الاهلي والزمالك المصنف واحد من اعظم الدربيات ال10 على مستوى العالم، قيمه
الجائزه بتاعت مباراته يا جماعه عشر الجائزه بتاعت مباراه فيورنتينا وروما في السوبر الايطالي. لما كده وما فشلتوش ان انتوا تسوقوا البطوله، امال لو فشلتوا كنتوا عملتوا فينا ايه؟ تعالوا بقى للخبر الاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. وما تنسوش اعملوا لايك، اعملوا كومنت، تفاعلوا مع الحلقه. بص على عداد المشتركين كده، يلا عايزين خلال يومين ثلاثه ان شاء الله نوصل ل 5000 اخ واخت على البيج او القناه. وايه موضوع وجود عرض سعودي ضخم لمحمود عبد المنعم كهربا خلال الساعات اللي فاتت؟ بعض الميديا وبعض القنوات الفضائيه ابتدت تردد ان محمود عبد المنعم كهربا عنده عرض ضخم جدا من نادي الحزم السعودي، عرض يتجاوز ال 2 مليون دولار بالنسبه للنادي الاهلي، وراتب سنوي بالنسبه للاعب قيمته 1.5 مليون دولار. طيب ايه حقيقه العرض ده؟ وهل فعلا اللاعب مصر على الرحيل زي ما بقى هوجة التجديدات دي شغالين فيها اشاعات؟ الموضوع وما فيه. وهرد عليكم يا جماعه بمعلومه واحده بس، الدوري السعودي باب الانتقالات فيه اتقفل يوم 31 يناير. اي كلام عن عرض مقدم للاعب دلوقتي ده معناه ان ممكن يكون النادي فعلا عايز يتعاقد مع اللاعب، بس الكلام ده ان شاء الله هيكون الصيف اللي جاي. فيا ريت يا جماعه على الاقل يعني نسيب لعيبته تركز عشان نشرف اسم مصر، ما يبقاش النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. واشوفكم على خير في حلقه السهره على القناه والبيج الكبيره ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.